يلا بينا بسرعة نشوف ازاي نخسس منطقة البطن. عايزة تخسسي منطقة البطن؟ تعالي شوفي الفيديو ده، والفيديو ده ليكي، بس حطي لايك. اهلا بيكم فيديو جديد. النهاردة نصلي كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الفيديو النهاردة جميل جدا 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 ومستنيينه كلنا. فيديو النهاردة هو ازاي تخسسي منطقة البطن، تخسيس البطن في الدايت. سواء بتعملي اي نوع دايت، سواء بتعملي صيام متقطع، سواء بتعملي دايت عادي اللي هو دايت السعرات، اي دايت انت بتعمليه بيبقى عندك صعوبة في تنزيل او تخسيس البطن والجناب والارداف والحاجات دي كلها. المشكلة كانت عندي، عشان نكون بنتكلم عن تجربة، كانت منطقة البطن، منطقة الخصر دي كلها، دي كانت مشكلة. طبعا اول حاجة شكل البطن. بصي على شكل البطن عامل ازاي. في بطن بتبقى عندها بطن سفلية، دي بتبقى الدهون موجودة جوه بين بين الخلايا، او بين الاعضاء، او بتبقى حشوية بين طبقات البطن. لكن البطن جاية كده كيرف كده عالي من فوق لتحت، دي بتبقى دهون خارجية على البطن. يبقى انت لازم تفهمي وتوعي لحاجتين. اول حاجة ايه نوع البطن عندك، تاني حاجة تخسسيها بأنه طريقة. مفيش حاجة اسمها دايت يخسس منطقة معينة يا جماعة. الجسم كله بينزل مع بعضه، الجسم كله بينزل مع بعضه. مفيش حاجة اسمها انا هخسس بطن او هخسس كتف او هخسس وش لا، مفيش حاجة اسمها كده. لازم تفهمي ان انت بتخسسي جسمك كله مع بعضه، لكن في عوامل مساعدة بتخليكي تركزي على منطقة معينة. ده اللي انا فهمته، زي البطن، زي الكتاف، زي الاجناب، الحاجات دي. طيب بتعملي ايه بقى لما تيجي تخسسي بطنك؟ اول حاجه بتعرفي النوع، قلنا. طيب انا البطن عندي لو هي خارجيه، لو هي خارجيه جايه عاليه كده من فوق لتحت كده، دي اسهل حاجه بتنزل، اللي هي الدهون الخارجيه دي بتنزل بسهوله جدا جدا جدا. طب ازاي انزلها؟ هقول معايا فيها هو الصيام المتقطع، ان انا نزلتها بالصيام المتقطع. دي اول حاجه حسيتها، خست فيا. يعني انا مثلا عملت صيام متقطع ومشيت عليه بقى بحذافيره، اول حاجه لاحظتها في اللبس ان بطني اللي هي العاليه دي ما عادش، بدات تنزل، بدا شكل اللبس يتغير من اول اسبوعين يا جماعه بكل امانه، ومن اول اسبوع كمان، بس ظهرت اكتر من اول اسبوعين. تخيلوا، ده انا بقول لكم التجربه عشان اشجعكم. طيب الصيام المتقطع بيساعد جدا 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 في تخسيس منطقه البطن والاكتاف كمان، واي دهون صعبه في الجسم. الصيام المتقطع صحه، الصيام المتقطع نجاح، الصيام المتقطع هو اللي هيجيب ان شاء الله معاكي نتيجه، بس عايز صبر وعزيمه. طيب انت دلوقتي بدأ ان انا اعمل صيام متقطع، فبدأت احس ان الدهون اللي حوالين الحشوات او البطن الخارجية دي نزلت. طيب ايه كمان؟ المشي. المشي مهم جدا. طب هل انت كنت بتمشي؟ ايوه كنت بمشي، كنت بعمل تمارين في البيت بأمانة، بركز على تمارين البطن، وبعمل تمرينات في البيت، وبمشي وبجري في المكان، وبعمل التمرينات اللي تخليني انهج من بطني، زي ما الفيديوهات اللي انا شفتها والمتخصصين قالوا. لان انتوا عارفين ان انا مش دكتوره ومش متخصصه، بس بنقل لكم تجربتي. تمام. فعلا بقيت اتشجع، انزل اعمل اجري في التراك، امشي في التراك. بدات ان انا البس كوتشي كده مريح وانزل اتمشى شويه، اجيب طلباتي وانا بتمشى، بس مشيه العسكري، مشيه العسكري، مش اي مشي يا جماعه. لازم تمشوا مشيه العسكري، اللي هو شادد جسمه وماشي بقى كده، يعني ماشيه بتخسس بطنك فعلا. وعلى قد ما تقدري بتشفطي البطن، وعلى قد ما تقدري مش اسانسير طالعه نازله السلم، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تمرينات، على قد ما تقدري. صيام متقطع برضو مهم. يبقى المشي
الرياضه، الصيام المتقطع، التمرين اللي بيخص منطقه معينه ده اللي بيخسس. يعني تمارين الكتف كده مثلا، تمارين البطن اللي هي الضغط دي اللي هي بتجيبيها من على النت، في تمارين للبطن مخصصه بتجيبيها من على النت. على يعني ايه، على قد ما تقدري كده ما ترهقيش نفسك طبعا في الامور دي. طيب بس بيبقى في عزيمه وفي اراده ان انا عايزه اخس فبعملها. زي ما قلنا الحركه والمشي بيخسسوا البطن جدا، الميه بتخسس البطن جدا. طيب لما بقى الخارجيه دي خست بقيت فرحانه جدا، لان شكل اللبس بيتغير، بدل ما البلوزه عامله عليكي كده وماشيه كده كانك حامل، لا بدات الدنيا تهدى، والدنيا تبقى عاديه طبيعيه، ماشيه في طريق صح. وان انا يعني ان شاء الله ان شاء الله الدايت ده او اسلوب الدايت اللي هو بتاع الصيام المتقطع هيجيب معايا نتيجه. تمام تمام. ايه تاني؟ الميه زي ما قلنا، مقارنه من الميه والالتزام بالصيام المتقطع والمشي وتمارين البطن، ده اللي بيخسس البطن جدا جدا. طب البطن السفليه، البطن السفليه دي لها قصه ولها روايه، وبرضه شفت فيديوهات كتيره ليها. اصعب حاجه بتنزل بامانه. يعني انا يعني بادئه في الدايت من سنين وخلصت وخلاص وماشيه الدايت عندي بقى اسلوب حياه، بس لغايه دلوقتي برضو المنطقه السفليه دي محتاجه شغل. منطقه البطن السفليه محتاجه شغل، اللي هي البطن بتيجي نازله كده وبعدين بتيجي بقى ايه، عاليه من اسفل البطن، دي اسمها البطن السفليه، ودي لازم تشتغلي عليها برضو، ان انت بتعملي تمرينات، بتعملي مشي، بتقنني الاكل بتاعك، بتحرقي، لها طريقه. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي نخسس البطن السفليه دي. اوصلوا معايا بس ان انتوا تشيلوا الدهون الخارجيه، وبعد كده نبقى نشوف الدهون الحشويه. طبعا برضو الصيام المتقطع يا جماعه بيخلي الدهون اللي في الكبد تقل، الدهون الكبد تقل، بتخلي مقاومه الانسولين تنتهي تختفي. الناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين، مش بالادويه، مش بالادويه بس، لا، والصيام المتقطع بيعالج مقاومه الانسولين، بيشيل السموم اللي في الجسم لو عملتيه صح. وطبعا قبل كل ده لازم تكوني متابعه نفسك مع دكتور متخصص علشان يقولك انت تقدري تعملي الصيام المتقطع ولا لا. لازم تروحي لدكتور كده متخصص، عشان الناس الحبايبي اللي هم مرضى السكر، مرضى الضغط، الناس اللي بتحتاج تاكل كل شويه، الكلام ده كله ما يقعدوش صايمين فترات طويله. افهموا واوعوا كده وادرسوا، هتلاقوكم ان شاء الله بتخسوا بسهوله جدا جدا جدا. بحبكم جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، مع السلامه.